الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أما بعد، فموضوع خطبتنا اليوم سيكون حول فضل عشر ذي الحجة، أو حول فضائل عشر ذي الحجة. أيها الأخوة المسلمون، لقد كتب الله على نفسه الرحمة، ونشر سبحانه وتعالى رحمته بين العباد، وجعلها واسعة بفضله حتى وسعت كل شيء. فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال كذلك في حديث القدسي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: إن الله كتب كتابا عنده، وهذا الكتاب موجود فوق العرش. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق. ماذا كتب في هذا الكتاب؟ كتب فيه: إن رحمتي سبقت غضبي، أو إن رحمتي تغلب غضبي. وهذه بشرى لكل مؤمن، هذه بشرى لكل مؤمن. وحتى لذلك الإنسان العاصي الذي أسرف على نفسه في ارتكاب المعاصي والمحرمات، هذه الآية كذلك فيها، وهذا الحديث فيه بشرى له. إذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، أو إن رحمتي تغلب غضبي. إذن فما على الإنسان إلا أن يلتمس مواقع رحمة الله ومظانها. يعني أنت ما تجلسش في الركنة وتجلس وتشد يديك وما تبحثش وما تديش حتى شي مجهود، لا، خصك تلتمس المواقع ديال رحمة الله سبحانه وتعالى. في كاينة، فتش عليها، فتش عليها. ما عليك إلا أن تلتمس مواقع رحمة الله ومظانها، فتشد الرحل إليها. لازم ترحل باش تعود النفحات ديال الله عز وجل، النفحات الإيمانية. لازم تبذل المجهود، لازم تسافر، لازم تبذل المال، لازم تبذل الصحة والوقت وغير ذلك. إذا قلنا فما على المسلم أو ما على الإنسان إلا أن يلتمس مواقع رحمة الله ومظانها، فيشد الرحل إليها ويعرض نفسه لها. أنت تعرض بنفسك لهذه النفحات الإيمانية. إيوا جلس في الدار ديالك وما تقلب لا على الحج، ما تقلب لا على الصيام، ما تقلب لا على القيام، ما تقلب على الإنفاق، وبغيتي النفحات الإيمانية تصيبك. باش بغيتي تصيبك هذه النفحات الإيمانية وأنت جالس مربع يديك في الدار ديالك. إذا لا بد أن تعرض نفسك على مواقع رحمة الله ومظانها. فيما لقيتي الخير تجي تفتش عليه، هذا هو الأصل. قلنا لا بد للمسلم أن يشد الرحلة إلى أماكن فيها نفحات إيمانية، يعرف نفسه على الله عز وجل، يعرف نفسه لهذه النفحات الإيمانية. وأبواب الرحمات التي فتحها الرحمن لعباده كثيرة، بل تحيط بالمسلم من كل مكان. لكن الله عز وجل يوفق إليها من أخلص وصدق. ماشي أي واحد كيتوفق لهذه الأمور هذه، ماشي أي واحد كيتوفق لهذه الأمور هذه. اللي يجيب شي واحد شي ولده معاه الله يجازيكم بخير يجلسوا حداه. أنا لست ضد الأطفال يجوا للمسجد، ولكن يجلسوا حداه باش يعني يتشتت كل شيء، يتشوش كل شيء. فهذا لا يوقع، لا يوقع. كل شيء بالتربية وكل شيء كيكون بالانضباط. قلنا
يعني أبواب الرحمات التي فتحها الرحمن لعباده كثيرة تحيط بالمسلم من كل مكان، لكن الله عز وجل يوفق إليها من أخلص وصدق ويصرف عنها الأشقياء. ماشي أي واحد راك يتوفق لهذا العمل الصالح، ماشي أي واحد راه يمكن يصوم، ماشي أي واحد ممكن يحج، ماشي أي واحد ممكن يعتمر، ماشي أي واحد. الله سبحانه وتعالى يوفق لهذه الأعمال الصالحة ولهذه الرحمات الربانية، يوفق إليها من أخلص وصدق في نيته وعزمه. أما المنافق ما يمكنش يوفق الله سبحانه وتعالى، يصرف عنها الأشقياء. ولذلك من فضل الله ومن منة الله على عباده الصالحين أنه جعل لهم مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح. سبحان الله، السنة كلها يعني كتلقى فيها مواسم يعني هي مناسبة للتجارة مع الله سبحانه وتعالى. احنا كان اللي كنتلهوا بالدنيا ونشتغلوا بالدنيا وكذا، ولكن كتجي مواسم كتقول لك خلي شويه من الدنيا ديالك، احتاج الى الله سبحانه وتعالى، توجه الى الله سبحانه وتعالى، تضرع الى الله سبحانه وتعالى. جاء الصيام، جاء رمضان، جاء الحج، جاءت العمره، جاء وهكذا دوالي، بغض النظر عن الفرائض اليوميه ما كنتكلموش عليها، هذه يوميه. اذا قلنا من هذه المواسم يعني اللي الله سبحانه وتعالى يمن بها علينا هي موسم 10 ذي الحجة، وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال المراد بها 10 ذي الحجة. المراد بهذا القسم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى الفجر وليل عشر، المراد به 10 ذي الحجة. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. والله سبحانه وتعالى يقول كذلك: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: المراد بها 10 ذي الحجة، المراد بها 10 ذي الحجة. ولذلك ما غاديش يجي الله سبحانه وتعالى ويقسم بها عبثا. الله سبحانه وتعالى ما كيقسم بواحد الحاجه الا حتى كيكون عنده واحد الشرف ومكانه ومنزله عنده سبحانه وتعالى. وهذه الايام لها فضل عظيم، لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومكانه رفيعه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما جاش يقسم بها حين قال: والفجر وليال عشر. ولذلك يقول ابن حجر في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة قل لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه. لما كنجي نتكلموا على فضل أيام 10 ذي الحجة، علاش كنتكلموا عليها؟ لأن أمهات العبادة اجتمعت في هذه العشر، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج. قال: ولا يتأتى ذلك في غيره. هذه الفرائض، هذه الأعمال الصالحة كلها مجتمعة في هذه الأيام العشر. كاين الصلاة، كاين الصيام، كاين الصدقة، كاين الحج. وقد ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، لأن يوم العاشر يوم النحر، يوم العيد، يمكنناش نصوموا. كنتكلموا على 9 أيام، كنتكلموا على 9 أيام. ورد عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام التسع، هذه الأيام التسع، وهي من الأعمال يعني الصالحة، يعني المستحب استحبابا شديدا، كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال: يستحب صيام هذه الأيام استحبابا شديدا، ماشي مستحب عادي، استحبابا شديدا. وشوف الفضل فيها. ولذلك لهذا السبب كان سلفنا الصالح يعظمون هذه الأيام ويقدرونها حق قدرها، فتجدهم يجدون ويجتهدون في العبادة. من أجل ماذا؟ من أجل نيل مرضات الله عز وجل. السلف الصالح كانوا كيعرفون القيمة ديال هذه الأيام العشر. ولذلك يقول الإمام أبو عثمان النهدي في كتاب لطائف المعارف، يقول:
كان السلف الصالح يعظمون 13 العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. 3 العشرات، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. كانوا يعظمونها ويقدرونها حق قدرها، كيعرفون الفضل ديالها. هذه أيام وليالي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال كما في صحيح الجامع من حديث جابر، قال عنها صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام 10 ذي الحجة. أفضل أيام الدنيا أيام 10 ذي الحجة، أيام 10 ذي الحجة. بل يزيد الأمر وضوحا وتجلية حين يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري من حديث ابن عباس، يقول فيه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. باش تعرفوا الفضل ديال هذه الأيام، راه ما كاينش شي عمل آخر اللي كيكون أحسن من هذه الأيام إلا عمل واحد سوف تسمعوا له. قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا له: يا رسول الله، ولا الخروج في سبيل الله؟ حتى الإنسان يخرج يعني في سبيل الله. قالوا: ولا الخروج في سبيل الله؟ قال: ولا الخروج في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. شو مات في سبيل الله؟ إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا هو العمل الذي يفضل هذه الأيام المباركة، أما غير هذا فلا. إذا باش تعرفوا القيمة ديال هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك ارتأيت الحديث عنها قبل بدايتها، لأن إلا خليت الجمعة الجاية ما غاديش يكون دخلنا في العشر، يعني 10 ديال الحجة، لأن جد في الوسط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل في هذه الأيام العشر. يكفيها شرفا أن الله عز وجل أقسم بها، باش تعرف القيمة ديالها والمكانة ديالها. الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء عبثا. لما قالوا الفجر وليالي عشر ماشي، وإنما عندما كان رافعا عند الله سبحانه وتعالى لها فضل عند الله. وهذا شرف لا ينبغي أن يمر على المسلم بدون أن يتأمله، ولا يعني أن يقف عنده، ولا يعني أن يحاول استغلاله فيما ينفعه، لا في دنياه ولا في أخرى، يعني في آخرته. الإنسان خصو يستغل هذه المواسم هذه. حنا راه العام كامل وحنا كناكلوا ونشربوا، وكتجي أيام فيها فضل كثير. الإنسان إذا صام ما كينبس إلا صام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام العشر، ربما قد يأتي اليوم الذي أتحدث فيه، يعني الخطبة المقبلة سوف أتحدث عن قسم منها في فضل يوم عرفة، يعني من باب التذكير أفضل. يعني فيه يوم يوجد في هذه الأيام العشر، وهو يوم عرفة، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق. تخيل معي أنك تصوم هذا اليوم، يعني طاعة لله عز وجل، تقربا إلى الله عز وجل. وهذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار يوم القيامة من يوم عرفة. ما كاينش شي نهار أكثر تكفي الله سبحانه وتعالى العباد ديالو من النار أكثر من يوم عرفة. قال: وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. ماذا أراد هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يباهي من الملائكة حتى الذين يصومون في الأمصار. ولذلك لما كنتكلموا على الصيام، فالصيام يستحب استحبابا شديدا يعني للناس كلهم، ولكن في يوم عرفة يستحب للذين يكونون في الأمصار، يعيشون في الأمصار، ماشي يعني في الحج، موجود في الحج. الإنسان اللي هو في الحج وكتسنى منه الخدمة وكتسنى منه أنه يمشي للعرفة، خصو يتقوى على العبادة، يتقوى على الوقوف والحرارة ديال الشمس تسهرهم، خصو يكون واكل شارب باش يقدر يؤدي العبادة ديالو كما ينبغي. وهي أفضل عبادة في ذلك اليوم هو الدعاء. هو الدعاء. أنت إذا صمتش ما غاديش تقوى لا على القيام ولا على العبادة، وغادي تفوت عليك ديك الفرصة. ولكن بالنسبة للذي يعيش في الأمصار، هذا في الجزائر، وهذا في سوريا، وهذا في مصر، وهذا في تونس، هؤلاء يسمون أهل الأمصار. هؤلاء يستحب لهم استحبابا شديدا أن يصوموا هذا اليوم. لكن بالنسبة للحاج فلا،
يكره له الصيام. لماذا؟ لأنه يعني يضعف بسببه، وهو يعني ينتظر منه أن يقوم بما هو أوجب من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والتي بعدها. يعني يكفر السنة الماضية اللي فاتت واللي جاية، باش تعرفوا الفضل ديالو. يكفر السنة الماضية والتي بعدها. فينبغي للإنسان يعني أن يستغل هذه الأيام المباركة، ولو في حرارة شديدة كذا يتحمل ويصوم نهار عرفة فقط، وباقي الأيام الحمد لله كان ياكل شرب. يوم عرفة على الأقل الإنسان يشوف، يعني يفتش على المواسم اللي فيها الرباح زين، وما تكلف، لا تكلفك طاقة ولا أي شيء، نهار واحد فقط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وفي صحتنا وفي أهلنا وفي أزواجنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. بارك الله لكم وفق الله العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه جواد كريم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السته الباقين وعشر من سائر الصحابه اجمعين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين